ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحة وافضل حال. في الفيديو ده هنشوف طريقة تحضير الفراخ المشوية على الفحم بتتبيلة ولا اروع من كده، مع رز مفلفل وسلطة فريش تفتح النفس. من البداية، من تتبيلة الفراخ بالتوابل سرية تخلي الطعم خرافي، بعد كده على الفحم عشان تاخد اللون والطعم المدخن اللي كلنا طبعا بنعشقه، وكمان مع الرز الابيض، او لو حابة تعمليه مع رز بسمتي وسلطة خضرا وطازة وطماطم بقى وخيار. وايه، وجبة بسيطة خطيرة للعزومات او حتى غدا خفيف في اليوم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان توصل لكم كل الاكلات الجديدة اللي انا بنزلها وكل الفيديوهات بتاعتي. بصوا بقى، هنسمي الله كده ونخش معايا هنا فرخة في حدود 2 كيلو، 2 كيلو وربع. ليه جايباها كبيرة؟ انا مش شارياها يا حبايب قلبي، انا بربي الفراخ دي عندي في البيت، والناس اللي متابعاني اكيد عارفين. اول حاجة بقى غسلنا الفراخ ونضفناها كويس جدا. بصوا بقى، هنجيب الفرخة كده، هنجيب الورك، احنا خلاص قطعنا الفرخة. يفضل ان انتي تقطعيها، ما تسيبيهاش مفتوحة، لو سبتيها مفتوحة مش هتستوي قوي، او التسوية مش هتخش لها من كل الاجزاء. فيفضل ان انتي تقطعيها يعني اربع. لو الفرخة بتاعتك اللهم بارك زي بتاعتي كده، هتقطعيها مثلا ستة. ستة هتبقى حلوة ومعقولة. لو عندك بقى اطفالك ما شاء الله كتار، يعني 3 4، فممكن تقطعيها على 8، يعني تقطعي الورك 2، والورك 4، وفوق 4، الصدرين 4، تمام كده. بصوا بقى هنا كده طريقة الفتح، الطريقة دي روعة، اعتمديها. ولا هيبقى فيه عظم، ولا هيبقى فيه دم في العظم، ولا هيبقى فيه ريحة زفارة، ولا هيبقى اي حاجة خالص من الكلام ده. خديها فعلا قاعدة من اختك، ويعني اعتمد الطريقة دي. انا كل ما بعمل الفراخ، بصي شايفة، هي دي العظمة، تفضلي بقى تعملي كده لحد ما العظمة معاكي تبان، تشقي خالص، تخلي العظمة ماسكة حاجات بسيطة خالص من اللحم، بحيث برضو ان هي يبقى الورك ماسك نفسه كده، فاهماني؟ وتشرحيها بقى من كل حتة كده، او تنغزيها بالسكينة. يعني تفضلي تنغزي فيها، بس الافضل تشرحيها. انا بشرحها ليه؟ علشان خاطر التتبيله تخش جواها، كل يعني جوه كل حته. التتبيله بتاعتها احنا هنعمل تتبيله روعه، تتبيله المطاعم. سيبك بقى من اي وصفه تانية، وسيبك من اي تتبيله، وسيبك انتي تبشري بصله وتحطيها، كل الكلام ده بيحرق الفراخ تماما، او بيخلي الفراخ معاكي غامقه. بصوا بقى هنا كده، انا بعمل برضو الجناح. انا ما بسيبش اي جزء في الفرخ غير لما بفتحه، وده اسلم حل. احسن من انك تجيبي الفرخة وتفتحيها نصين كده وخلاص، شكل وخلاص. هيبقى شكلها حلو وكل حاجة، بس مش هتديكي السوى، النار مش هتطولها كلها. فده افضل حل. الا بقى لو حابة تعمليها كده، يبقى الفرخة بتاعتك تبقى في حدود كيلو وربع. يعني لو هتفتحيها 2 بس، يبقى في حدود كيلو وربع. بصوا بقى، انا هنا عمالة ادق عليها بالسكينة التقيلة دي، بحاول ان انا اكسر العظم، يعني بحاول ان انا اكسر العظم ما يبقاش واقف كده. بصوا كده خلاص. الصدر بسم الله ما شاء الله، افتحي الفتحة دي علشان خاطر ما يبقاش متفل. اوعي تسيبي الصدر بحاله، هيبقى متفل حتى لو كان الصدر صغير، او الفرخة بتاعتك صغيرة، هتبقى متفلة، وهتبقى التتبيلة بتاعتها مش هتخش جواها. احنا طبعا بنحب ناكل الوراك مثلا على الصدر، عشان خاطر الوراك بتبقى ناعمة، داخلها التتبيلة بتبقى طرية، جوسي كده. لكن الصدر معروف بتاع الفرخة ايا كان بيبقى متفل، انتوا فاهمين؟ يعني ناشف سنة. بصوا بقى، انا هنا بشطفها مرة واتنين. انا كنت غاسلة الفراخ دي ونقعاها وعامله لها محلول النقع. بصوا بقى، انا هنا خلاص. وطبعا ما تنسيش تطلعي منها قبل ما تعملي الخطوة دي المادة اللزجة اللي بتبقى جواها. يعني من ما بين الوراك وما بين الصدر بيبقى فيه مادة لزجة كده، طبعا اكيد انتوا كلكم عارفينها، بس انا بقول يعني معلومة. لو في حد يعني بره، مغترب بره، مش مع اسرته، فبيشوف فيديو زي كده، فهو يبقى عارف واخد باله كويس جدا. بصوا بقى هنا، بصوا الصدر بسم الله ما شاء الله. كمان الفرخة بتديكي فوليوم عالي، يعني بتديكي ان هي كبيرة. ممكن تبقى فرخة صغيرة يعني لما تكسري العظم كده وتفتحيها وتخليها زي ما كأنك بتعملي شريحة البانيه كده، وبتدقيها بتخليها ناعمة، انتوا فاهمين؟ ومفرودة، هي نفس الفراخ بالظبط. بصوا بقى هنا التتبيلة دي، تعالوا بقى نقول التتبيلة احنا عملناها بايه عشان الفراخ تنجح معاكي وتديها طعم. سيبك بقى من مية البصل دي خالص، ممكن تعتمديها،
بس مش هتجيب معاكي النتيجة دي. اسمعي بقى مني، هاتي بصلتين وطماطمايه، 2 قرن فلفل، 2 حبة فلفل، واحدة جوزة الطيب، فلفل اسود، معلقة كبيرة فلفل اسود، ده عشان الفراخ عامة بتحب الفلفل الاسود. معلقتين كبار توابل فراخ، اهم حاجة توابل الفراخ هي اللي هتديكي الموضوع ده كله بقى. احنا قلنا ايه، جوزة الطيب. وحطي لو عندك حبهان مطحون هيديها نكهة عالية جدا. وحطي واحدة ورق لورا، كل ده في قلب الخلاط، ومعلقتين خل، وعصرة ليمون، و3 4 معالق زيت. وتفرجي بقى، ما تحطيش زبادي، ما تحطيش اي حاجة خالص من الحاجات دي. انا عايزاكي تضربي المكونات دي كلها مع بعض وشوفي هتطلع ايه. هتطلع بالنعومة دي، هيطلع البصل ناعم جدا، بس تنعميه على قد ما تقدري. هيطلع ناعم جدا مش باين اصلا في الفراخ. طعم البصل وطعم التتبيله هيبقى جوه اصلا الفرخه، يعني هيبقى هو جوه الفرخه، غير بقى ميه البصل هتتبل الفراخ وكل حاجه، بس مش هتديكي النتيجه. يعني النتيجه دي ليه؟ لان احنا لا بنشيل طفل بصل، ولا بنشيل اي حاجه، ولا بنحط عصاير ليمون، ولا بنحط خل، ولا اي حاجه. بص بقى، عايزة مكون يسرع معاكي اي فراخ، احنا هنا سيبناها بقى ايه، خلاص لتاني يوم. ممكن انتي احسن فراخ تاخديها تاني يوم، يعني تتبليها من قبلها من بالليل. لو انتي بقى مستعجلة ممكن تحطيها مش اقل من 3 4 ساعات في التلاجة. يعني انتي خلاص صحيتي مش عارفة تعملي اكل ايه، قررتي انك تعملي فراخ مشوية مثلا، مش قبل 3 4 ساعات عشان التتبيله تشرب منها. سيبك من اللي بيقول تبليها وخلاص وشويها، لا. واقول لك على حاجه، جوزة الطيب، حبه جوزة الطيب صغننه مش شرط كبيره، ممكن تحطي نص، هتديكي ريحه للفراخ وطعم ولا احسن مطعم بتشتريها منه. هتلاقيكي انت بعد كده مش هتفكري تاكلي فراخ مشويه من بره. بصوا، انا عندي عيالي بيعشقوها، يعني ممكن ما ياكلوش فراخ مسلوقه ولا متحمره ولا اي حاجه، بس ياكلوا الفراخ المشويه دي كل يوم. طبعا دي اكله محدش بيختلف عليها. وعلى الفحم، انا عندي جريل اللي هو الكهرباء، ما بعملهوش عليها خالص، بنحب النكهه بتاعه الفحم اكتر. هنا بقى خلاص، بصوا زي خلاص كنا الصبح، كنا تاني يوم حطيتها في التلاجة، حطيت عليها استرتش كده، لفيتها باسترتش او بكيسة دخليها اربطيها عشان ما تبهدلكيش التلاجة ريحة فراخ او ريحة بصل كده. هنا بقى خلاص كنا عملت الفراخ وسبتها على النار على الفحم، وعملت هنا شوية رز بشعرية كده ابيض جميل مفلفل زي ما انتوا شايفينه كده بالسمنة. حطيت سمنة وزيت، الزيت علشان يديله يعني عشان يديله اللمعة الحلوة دي. هنا بقى خلاص كنا خلاص عملت الطحينة، وهنا عملت طماطم على الفحم، عملتها زي بيوريه كده، وكمان عملت سلطة، وعملت الفراخ بتاعتنا. وبألف هنا وشفا، وجربي الطريقة دي وبجد هتدعيلي مش هتندمي. الكاميرا كانت ظلماها، وانا عندي اصلا الاضاءة مش احسن حاجة في الشقة عندي، فانت بقى زي ما انت شايفة كده. ده كان يومنا البسيط، وكانت اكلتنا الخفيفة. على فكرة دي اسهل اكلة انا بعملها، جربي الطريقة وان شاء الله تدعيلي. مع السلامة.